سامسونج جي 23 هنتعلم الفك بتاعه ازاي. ويا ريت محدش يشتري الفئة دي من الأجهزة، لأن الأجهزة دي تضرب معانا اي سي باور لوحدها. خش بالبلاستيكة كده، أنا فاكك الظهر بس أنا بوريك. بتمشي بالبلاستيكة كده، بعد ما تحرر الدبل فيس هنا بيبقى فيه كليبس ماشي. بتبدأ أنت تشد بضفرك كده، تفك الكليبس ده كده، تمام. يبقى ده منظر الجهاز بتاعنا. طبعا وانت شغال تنتبه على الفلاتات وما تدخلش البلاستيكة قوي علشان ما تقطعلكش الفلاتة دي. خليك دايما اي حاجة بسمك في المنطقة دي. خلينا نكمل فك. الجهاز دوت قطع باور لوحده من غير ما حد يجي جنبه، كان شغال عادي خالص وفوجئنا باللي حصل لما قطع باور لوحده. طبعا انا بس بفك اوريكم طريقه فكه عشان لما تيجي تشتغل انت بعد كده مع عميل او تغير شاشه او تفك بورده، تغير بطاريه او البورده اللي تحت او فلاته ايا كان، بتبقى خلاص انت فهمت هو بيتفك ازاي. لكن كجهاز بقى هنفهم العطل في الاي سي باور ضرب ازاي بقى، هنفهم الموضوع لما نفك. هنقعد بقى نتتبع الاعطال بتاعته. فمحدش بعد اذنكم يشتري العدد الرخيصة في سامسونج. بلاش بقى نشتري الفئة الرخيصة في سامسونج، مع احترامي طبعا أي حاجة مكتوب عليها ميد إن إيجيبت، مع احترامي البلدي، بس للأسف الشديد المنتج بيبقى ضعيف، مع الوقت بيضرب مننا. يبقى انت ماسك الجهاز شغال كويس جدا ومفيش حاجة، وفجأة تلاقي الجهاز معاك قطع متفهمش السبب. اوقات بيبقى معالج، اوقات بيبقى يصير باور، حاجات كتير بقى. أو لما تجيب أي جهاز سامسونج تجيب المعالج بتاعها سناب دراجون، ده هيبقى أفضل لك بكتير جدا. طبعا كده الخط نبدأ بقى كده. من ناحية كده الخط عشان دي بتبقى أضعف حتة، أدخل الأداة بتاعتي عشان أقدر أفك الجهاز. طبعا دكاترة السنان فاهمة البتاع من الموسيقى دي. ودي واخدها من دكتور صديق ليا، تقريبا واخد منه كل أدوات الصيانة. ده شكل الجهاز اهو. لو تغير شاشة الموضوع بالنسبة لك سهل، بس يا رب أكون فدتكم. الموضوع بسيط، هديك فكيت الجهاز، لو عايز تغير شاشة براحتك حبايبي.